وهذا الذي هو يحيي الناس بعد موتهم. لنتحدث معكم عن الله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق الأحجار والأشجار والبحار والأنهار. الله خلقنا جميعا وكلنا يعرف ذلك. هذا الإله العظيم كلنا نحبه، أليس كذلك؟ الإله رفضنا لا يحبونه. قال قلنا لا تحبنا. لماذا لا تحبون الله؟ قال قلنا لا تعرفنا من هو الله. لا يعرفون من هو الله. الذي خلقنا أول شيء، الذي خلقنا من هو؟ قلنا وجدوا أنفسهم لا يعرفون. لا يعرفون أن هناك إلها. لا يرون الله. نعم، نحن كلنا لا نرى الله في الدنيا ونحن لم نرى الله أيضا، لكن نحبه ونؤمن به. هذه الأمطار التي تأتي، من الذي يسيرها في السحاب قلنا الأصنام. يا رب. الأصنام هي التي تأتي بالأمطار. من الذي يحيينا؟ من الذي يميتنا؟ الذي يميتنا الأصنام أيضا هي التي تميتنا. قلنا نعم. يعني هذا هو الذي يميت الناس. أين يده؟ أين يده؟ هل يستطيع أن يعيد يده التي كسرت؟ قل قلنا نعم. لماذا لم يعد يده التي كسرت؟ لم يحن الوقت. وهذا الذي هو يحيي الناس بعد موتهم. وهذا الذي وهو الذي خلق الشمس والقمر. هذا لم يقل به أحد من كفار العالمين منذ آدم إلى اليوم. كل الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من آدم إلى اليوم وكلهم يقولون الله الذي يأتي بالشمس والقمر. ما في أحد قال الصنم هو الذي يخلق. فأنتم تقولون كلاما لم يقل به أحد. من الذي علمكم هذا؟ قلنا أجدادهم علموهم أن هذا هو الذي يأتي بالليل والنهار. قلنا نعم. أهل القرية هؤلاء أصحاب الأصنام قالوا قولهم. هل أهل القرية يقولون بقول هؤلاء؟ قال نعم. يا زعيم القرية، عيب عليك أنت رجل عاقل. ينفعون من هذا. هل هنا مسلمون في القرية؟ قال لا. الشيخ هذا من القرية؟ من قرية أخرى. هذه القرية ليس فيها قال هذا من كندا. هذا ليس من القرية. نعم. ما في مسلم واحد هنا في القرية؟ مسلم واحد هنا؟ هذا قال هو في هذه القرية هو مسلم من القرية؟ نعم. كذا قال. ما اسمك؟ بلي محمد.
منصري. محمد منصري. نعم. أنت مسلم؟ يا وين يا أبي؟ من الذي خلقنا يا محمد؟ يميا مو بعتي. موقع معي. لماذا القرية هذه لا يعرفون هذه المعلومة؟ بيبي يا بتي يجون وين يا أبي يجي يسابوا دي ساتين يجيبوا. قال أمرهم بهذا. أمرهم بهذا فرفض. ماذا قال؟ هو يذهب إلى القرية أخرى ليصلي. يذهب إلى قرية أخرى ليصلي. نعم. لكن هو من هذه القرية. كيف يا بتي يجون؟ قال هذه غرفته. نعم. لماذا كل القرية لا يعرفون الله عز وجل؟ بيت يجون وقاعد تجيبوا. قال لا يعرف. عجز أن يعني أن يأمرهم بهذا. أمرهم مرارا وتكرارا. يعني مثلا نأخذ شابة كهذه صغيرة. كوني جوينا موالي عجيه. أنت ما اسمك؟ أهل القرية. وأوتع بيسيا. الله الذي خلق السماوات والأرض فوق السماوات سبحانه. هذا الإله خلقنا كلنا. لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبده ولنوحده. وهذا الإله العظيم له أسماء كثيرة، منها الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام. أسماء كثيرة لهذا، ولكنه واحد أحد. هذا الإله لم يلد، ليس له أولاد، وهو لم يولد، هو خالق كل شيء، ليس له زوجة، ليس له شريك في الملك. لا أحد يشاركه في ملك هذا العالم. فالشمس هو الذي خلقها لنا لكي تضيء العالم وتدفئه كل يوم. وهو الذي يأتي بالليل ليستريح الناس، وهو الذي يشرق النهار ليذهب الناس إلى أعمالهم وليبتغوا من فضله. وهو الذي خلق الناس ذكرا وأنثى لينتجوا هذا الكم الكبير من بني آدم. وهو الذي يخلق الماء في السحاب لينزله عليه، والبحار والأنهار. هو الذي خلق كل ذلك، وهو الذي عبأها بالماء وجعلها ينابيع في الأرض. وتلك الأشجار الجميلة الله الذي أنبتها لنا، وهو الذي أمرها أن تنبت وسخرها لنا. وما من شيء يحدث في هذا العالم إلا بعلم الله وقدرة الله. فالله قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى على الله شيء. حتى الكلام الذي في صدورنا الله يعلمه، وماذا سيحدث في المستقبل الله يعلمه، وكل الذي جرى في الماضي الله يعلمه. فالله لا يخفى عليه شيء. الله يحمل السماوات على إصبع سبحانه، هو كبير جدا، عال فوق خلقه. هو الذي خلق الناس، وهو الذي يميت الناس، وسيحيي الناس في يوم يسمى في دين الأنبياء يوم القيامة. كل الناس سيحيون يا أهل القرية، يحييهم الله عز وجل، وهذا هين على الله، وليس هناك شيء صعب. وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لنا واليدين، وشكلنا في أحسن التقويم، ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا
قادر على أن يحيينا من قبورنا مرة أخرى. وهو القادر على كل شيء. لا يخفى عليه شيء في الأرض سبحانه وتعالى. نحن كلنا ملك لله. الله يملكنا ويملك هذا العالم. ولا أحد شريك مع الله في هذا الملك. ماذا يريد الله منا؟ أراد أن نعبده وأن نوحده وأن نعرفه معرفة جيدة. وكيف ذلك؟ عن طريق الأنبياء. الأنبياء والرسل هم خير الناس. أناس من البشر مثلنا بالضبط، ولكن الله يحبهم ويوحي إليهم، وهم خير من عبد الله، وهم أفضل من عبد الله، وهم أعلم الناس بالله. الله عز وجل أمرهم أن يذهبوا إلى القرى وإلى أقوامهم لدعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى معرفة الله. وأمر الله الناس أن يتبعوا الأنبياء. ومن لم يتبع الأنبياء فإن الله يبغضه. ومن عبد أصناما وأوثانا فإن الله يبغضه. وكان الأنبياء يذهبون إلى القرى لتحذير الناس من عبادة الأصنام، لأن الأصنام خطر على الناس. من عبد الأصنام ومات عليها فإن الله يسكنه نارا خالدا، لأنها لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر، وهي أخشاب صنعها الناس بأيديهم. فكيف يقول الناس هي التي ترزقنا وهي التي تحيينا أو هي التي تأتي بالخير وتصنع؟ كل هذا من الكذب، بل هي شياطين توسوس للناس في عقولها أنها تنفع وتضر. فالذي يعبد صنما إنما يعبد جنا. قال الله في الوحي بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، ولكن يجب علينا نحن جميعا يا أهل القرية أن نعبد الله وحده، لا نعبد إلا هو. هكذا أمر الأنبياء وهكذا يحب الله عز وجل. ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من التوحيد، أن نعبده وحده. ومن وحد الله سكن جنة بعد موته فيها كل شيء جميل، لا مرض فيها لا موت فيها، فيها الأطعمة والأشربة، وأهلها بيض الوجوه، كلهم ملوك، لهم قصور وأبنية بناها الله عز وجل، بنيت من الذهب والفضة، فيها كل شيء جميل لمن مات موحدا وترك عبادة الأصنام والأوثان. وأما من مات على الشرك فإن الله يسكنه نارا حامية لا يخرج منها أبدا، يحرق فيها، كلما أحرق جلده أعطاه الله جلده ليذوق العذاب وما هم بخارجين من النار. لا يموت فيها أحد، يعذب دائما، يشرب ماء حميما يقطع أهل النار في نصب دائما، وهو العمل الشاق. أهل العلم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. أما أهل الجنة فهم متراحمون متحابون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على فكان الأنبياء يذهبون إلى الناس لإخبارهم بهذه الأخبار، يعرفونهم بالله وبعبادة الله وبالأنبياء
والبعث ويوم القيامة والجنة والنار. هذا الذي يدعو الناس، هذا الذي يدعو الأنبياء إليه الناس. فماذا ترون يا أهل الطريق؟ هل تريدون أن تكونوا على ما كان عليه الأنبياء والرسل أم تريدون أن تبقوا على الشرك والوثنية؟ لا قالوا نعم. ماذا يريدون؟ يريدون ماذا؟ تريدون ماذا؟ عبادة الله. نعم. قالوا تعبدون الله وحده الذي يقدر على كل شيء. قالوا نعم. هل تحبون الله الآن؟ هل تبغضون الأصنام الآن؟ الله أكبر.